طبعا احنا عملت الاختراع ده بحاجه انت مش هتصدقوها. انسى البنزين 80، انسى ال 92. الازازه دي جواها ايه بقى؟ الازازه دي جواها ايه؟ بول. بول. اختبرت البول بتاعي لقيته بول اقوى من ال 92. حاجه محترمه. لا نور يا مسامح. الو، معايا الاستاذ سامح شخة، صاحب شعار شخة في التانك احسن من فلوس في البنك. بقول لك يا حبيب اخوك، البنزين غلا وعايزك تفول لي تانك العربية. بتقول ايه؟ مش مزنوق دلوقتي واخد دور كمان؟ طب وحضرتك هتتزنق امتى؟ تمام. بقول لك ايه، هي الشخة بتاعتك 92؟ ايه يا حلاوة يا اولاد، 95 مرة واحدة؟ ده انت تروح بقى تفول طيارات. طيب ماشي، اعمل حسابي بقى في شختين لما تتزنق. ده احنا عندنا في مصر تشوف العجب والصيام في رجب. يلا يا عم اعمل اشتراك قبل ما تمشي وشوف بقى الفيديو، وما تنساش تصلي على النبي. ماما. لا. يا ماما هو انا لسه قلت حاجة؟ هو انت بتقول غيرها؟ ماما عايزه اكل، ماما عايز الشراب الفحلوقي. ايه الفحلوقي دي؟ ما تدخلناش في تفاصيل. يا ماما دي مش حاجة تافهة، دي مسألة حياة او موت. يبقى موت وريحني وانا هبقى ازورك خميس وجمعه. يا ماما انا ما بنامش الليل. نام بالنهار. شكرا ياما، انت مش جدعة. تعالى يا بتاع جوري. مين؟ جوري، مش برضو اسمها جوري؟ هي مين دي اللي اسمها جوري؟ انت هتنايد معايا وتلاوع؟ طب بالسلامه بقى يا حبيبي، وشوف مين هيجوزها لك. خلاص خلاص يا ماما، انت بقى خلقك ضيق ليه كده يا ست الكل؟ خلق ضيق وزعلي عند باب مناخيري كمان. عاجبك ولا مش عاجبك؟ عجبني، عليا الطلاق عجبني. يا لهوي، وانت متجوزها من ورانا يا واد؟ عرف ولا مأذون انت؟ وطي صوتك يا ماما، اتجوزتها من وراكم ايه بس؟ الكلام ده كان في مسلسلات كمال ابو ريا في التسعينات وبطل خلاص. امال الطلاق ده ايه يا روح امك؟ ايه بتطلق قبل ما تتجوز؟ هي بنات الناس لعبة؟ يا ست دي جملة بيقولها اي شاب يعني لما يبقى الموضوع مهم، لغة جيلي يعني. زي صاروخ وروش طحن في جيلنا كده. وانتوا ايه اللي طحن جيلكم طيب؟ كان في كورونا وزلازل وحروب زي عندنا كده؟ طحن دي حاجة لو عرفتوها تبقوا عمد. أسره انت تعرفها من 6 شهور و6 أيام و3 ساعات، ولا من قبل كده؟ هر ازرق، انت حاسبها بالساعات كمان؟ ده انا كل معلوماتي عن العلاقة ان اعرفها من كام شهر بس. الستات بتحسبها بالسحتوفة يا حبيب أمك. طب كنت فين امبارح؟ ده انا كان معمول لي امتحان علاقة معرفتش اجاوب فيه ولا سؤال صح. انت بتاخد مادة في كليتك اسمها علاقة؟ كلية ايه يا ماما؟ بس ما تخليكي معايا على الخط. خط ولا كارت؟ استهزاء بمشاعري كمان ياما. يا ابني ما انت اللي بتقول عندك امتحان علاقة. اوعى يا ابني حبك للموكوسة دي يشغلك عن امتحاناتك ودروسك في الجامعة يا ست فادية عبد الغني، انا اقصد العلاقة بتاعتي انا وجوري يعني. امبارح جوري كانت عاملة لي امتحان فيها. وبتعمل لك امتحان في علاقتكوا ليه؟ هتديك شهادة فيها؟ لا، عايزة تشوفني انا بحبها بجد ولا بتسلى. وعملت ايه؟ طلعت بتسلى طبعا. يعني سقطت يا عين امك في الامتحان؟ يا ريت سقوط بملحق وتخلفات، ده انا شكلي هترفد يا ام حماده. ولا يهمك، اترفد من دي وادخل كلية تانية. ايه تاني الكلية والجامعة يا ست؟ انا اقصد يا واد عارفة تقصد ايه؟ تقصد جوري، وانا اقصد بالكلية التانية بنت تانية. بس بكلمك بلغتك يا مقطف. مقطف؟ ما هي مقطف دي مش لغتي يا ماما، دي كلمة بطل استعمالها من ايام النغمات المجسمة عن موبايل النوكيا ابو زراير، اللي لما كان يقع في المية يطلع يقولك انا اصلا بعرف اعوم. من الاخر، شوف لك بنت تانية، البنت دي بوز وهتتعبك. بوز؟ يا حبيبي بوز. بوز نكد يعني. بيتهيألي ده تعبير ثابت عبر الأجيال عن البت أم قوي. ام ايه يا ماما؟ ده انا كنت بتسأل اسئلة في الامتحان رأفت الهجان نفسه ما يعرفش يعدي الالعاب النفسية بتاعتها. يا سلام. ايوه، اسئلة عايزة اتجبرت في التاريخ. تاريخ؟ تاريخ ايه؟ تاريخ اول بصة، تاريخ اول لمسة، تاريخ اول ضحكة، اول غمزة، اول همسة، وأول دقة قلب. دي أغنية لعامر منيب يا ابن الله يرحمه. المنهج ده قديم من التسعينات واتلغى. قد تظلم انت بتمتحن في منهج غير منهجك يا ابني. ولا التفاصيل؟ تفاصيل؟ تفاصيل ايه يا واد؟ تفاصيل العلاقة ياما. لا تقولي لي بقى رأفت الهجان ولا جمعة الشوام في قوة الملاحظة والذاكرة، ده عايزة من مستوى الموساد وطالع. يا لهوي مخابرات يا واد.
طلعت مخابرات. والكي جي بي والسي اي اي يجوا ياخدوا منها دروس. تلاقيها شغالة بقى مدرسة في حضانة أجنبية وبتتنطط عليك بكام كلمة أجنبي. حضانة ايه بس يا ماما؟ الكي جي يا واد اللي انت بتقول عليها. الكي جي دي انا اللي طفل بتعلم فيها قصاد جبروت عقلها وتفكيرها. علشان كده شايفاك عيل فعامله لك امتحان زي اللي بتديهم في الحضانة. هو ده امتحان يحله عيل في حضانة؟ ده عامل في المخابرات ما يعرفش ينجح فيه. للدرجة دي؟ ياما دي واحدة عايزاني اعرف لون الحيطة اللي كانت وراها في الكافيه اللي اتقابلنا فيه اول مرة. تقولي لها ايه دي؟ قول لها اي لون وادخل على السؤال اللي بعده. ما انا قلت لها اي لون ولاجل البخت بقى. طلع غلط؟ لا طلع صح. طب ما انت جاوبت اهو يا ابني، امال سقطت ليه؟ عشان المفروض كنت ابقى مركز معاها مش مع لون الحيطة. معنى اني مركز على الحيطة ان كنت زهقان من المقابلة ومش مهتم بيها وان هي مش اغلى حاجة عندي وانها بس ايه بكبرت واتفتح؟ بكابورت ايه؟ دي دانة مدفع بعيد عنك ومفيش قذيفة خيبت، كله كان على دماغي. بس برضو انت غلطان. ليه بقى؟ عشان لو طلع اللون صح وبخيت لك البقين دول تروح انت قايلها على طول حبيبتي انا المكان بكل تفاصيله فاكره عشان كان فيه له انا. يا بنت اللذينة يا ماما. ولد. قصدي يا نصحى يا ماما. وعرفت الإجابة النموذجية دي ازاي؟ من ابوك الضغوف. امال انا وقعت فيه واتجوزته ازاي؟ اهي ضغوف دي كمان اخر مرة اتقالت فيها كانت سنة 82. ما خلاص يا زفت انت. احنا نعمل حلقة عن صراع الاجيال. على رأيك يا ماما. يا ريتني كنت راجعت معاكي قبل الامتحان ده، ما كانش ده بقى حالي. تستاهل. ما انت اللي سرك مش معمر. اديني قلتلك اهو. بعد ايه؟ ما خلاص العصفور طار. لا ما طارتش لسه. بعد ما سقطت قالت لي حاجة كده ترجمتها انها تعالى خطبنا. ترجمتها؟ ومين دي اللي ترجمها لك يا قفص؟ صحاب القفص نفسه ياما. مين يا اخويا؟ انت حكيت لحد في السوق اللي جنبنا؟ سوق مين بس يا ماما؟ قصدي ان حكيت لاصحابي يعني وترجموها لي كده تعالى اخطبني. والجملة الأساسية كانت ايه؟ جملة ايه يا ماما؟ الجملة اللي قالتها جورو ترجموها لك يا قفا. قالت لي انا اسفة يا حمادة، ما اقدرش اكمل في علاقة زي دي، علاقتك كده ملهاش ملامح. وهي دي معناها تعالى اخطبني؟ ده انت واصحابك عبط بصحيح. امال ترجمتها ايه؟ ترجمتها خلعون وتديك سكة وصابونة بالليمون. مش معقول ياما. مش ممكن جوري تفكر تسيبني بعد الحب ده كله. زي ما بقولك كده، البيت اللي جالها عريس متريش وبتنطرك سارة عربي بقى، بلوجر، كروان مشاكل، لعيب كورة. تلاقيكي بتقولي كده عشان مش عايزة تكلمي ابويا ونروح نخطبها. بقى كده عايز تطلعني انا اللي واقفة في طريق سعادتك؟ دي اخرتها. واقفة في طريق سعادتك؟ هو يعني يا فادي عبد الغني يا صفية العمري، يا ريت نطلع من مسلسل ليالي الحلمية ده لو سمحتي، بدل ما اطلع انا من هدومي. هنطلع يا حبيبي، امال ايه؟ بس على روحك ان شاء الله. يا ساتر يا رب. طلع موبايلك ورن عليها. اوعي يا ماما تكون عايزة تكلمها تشتميها. انت اللي هتكلمها يا حبيب امك. رن. طيب ثواني. الو. ايوه يا جوري. انت مين يا حبيبي؟ الظاهر انك اخو جوري الصغير. اديني قبله جوري يا حبيبي. ايه؟ نهار اسود. ها طلع ايه؟ طلع ابنها ياما. ابن مين يا واد؟ ابن جوري ياما. اتجوزت وخلفت ياما. لو نسمع لصوت العقل. لو نسمع لصوت الحكمة. لو نسمع لصوت عفاف. انا الملكة.